شو ممكن عطوفتك في البداية تحكي لنا يعني عن تجربتك الملهمة في هذا المضمار؟ يمكن هذا السؤال بيرجعنا لسنوات سابقة، لما كان القضاء كان حكر على الرجال، حتى المرأة ما كان ممكن تقدم طلب للمعهد القضائي اللي احنا هلا فيه وعم نحكي فيه براحتنا. فبنرجع لعام 1996. ولما نرجع لهداك الزمن وإحنا بهذا الزمن بنحكي إحنا لازم دايما نفتخر بدولتنا الأردنية وبقيادتنا الهاشمية الملهمة. بهداك الزمن كان حلم على المرأة الأردنية إنها تشارك في التجربة القضائية. وكان القضاء، يعني كنت أنا بدرس بالجامعة بالبكالوريوس بحكي كيف القضاء بدون ما يكون في مرأة، لأنه المرأة هي خلينا نحكي استبعدت، رغم إنها خلينا نحكي عملوها أقلية رغم إنها هي الأغلبية. فدايما أنا بحكي الأقلية الأغلبية مستبعدة من القضاء، والقضاء بدون المرأة يعني أنا ما بتصور إنه يكون بعد ما صرنا هلأ إحنا بفضل الدعم العائلة المالكة في الأردن للمرأة، وبفضل دعم رؤساء المجلس القضائي خلينا نحكي من 96 لغاية الآن، المرأة أصبحت تشكل 30% من القضاء، وأصبحت تشارك بإدارة القضاء وبالتعليم القضائي وفي التطوير. فهي موجودة في كل ناحية من مناحي القضاء.